غيره ولا إله سواه، وأنه لا شريك معه تبارك اسمه وجل ثناؤه، وعشت دهرك لا ترجو من الله شيئا أعظم من أن يختم الله لك بهذه الكلمة. إذا بلغت الحلقوم وكان حولك خلطاؤك أصحابك أمك أبوك إخوتك أبناؤك بنوك لقنوك هذه الكلمة، وكل ملقن يسمعها، لكن ليس كل أحد موفق أن يقولها. من الذي يقولها؟ من عاش دهره لا يفكر في شيء يخاف منه أعظم من أن يموت دون أن يقولها. على أن حسن الظن بالله يورث أن يرزق الإنسان أن يختم له بهذه الكلمة، كما أن الإنسان إذا نجا من أنواع الظلم الثلاث، الظلم الأعظم وهو الإشراك بالله، إذا نجاه الله منه أمن، لكن لا يكون أمنا تاما إلا إذا صحبه النجاة من ظلمين آخرين: النجاة من ظلم العباد، لا تذكر المؤمنة أنها اغتابت أختها، ولا تذكر المؤمنة أنها لمزت جارتها، ولا يذكر المؤمن أنه غش أخاه، ولا يذكر المؤمن أنه آذى أحدا من أولياء الله، فنجا من ظلم العباد. والحالة الثالثة نجا من ظلم نفسه بالمعاصي التي ليست من الشرك ولا من ظلم العباد، وإن كانت هذه يكفرها الله جل وعلا إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنب المؤمن الكبائر يكفرها الله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. فإذا نجا المؤمن من هذه الثلاث يكون أهلا برحمة الله وفضله أن يرزق أن يختم له بلا إله إلا الله. من جعلها في قلبه يعظم أهلها ويقدم ما قدمه مقتضاها يرحمه الله. الله رحيم يتولى عباده فيوفقه لأن يقول هذه الكلمة. وقد حتى لا يسيء أحدنا الظن بموتانا، قد يقولها المؤمن دون أن تسمعه. قد يموت الرجل في غيبوبة فيوقظه الله ساعة من الليل دون أن يراه طبيب أو أن يشاهده حبيب، ويقول هذه الكلمة ثم يعود إلى غيبوبته: ووالله إنني أدركت أقواما مغمى عليهم إن بعضهم إذا جاء وقت الصلاة يقوم لوحده ثم يصلي ثم يعود إلى غيبوبته والله على ما أقول شهيد. والله لو لم يعلم الله ما كانوا عليه من الصدق حين كانوا يصلون لما أيقظهم من غيبوبتهم عندما قاربوا أن يموتوا، لكن الله أراد أن يرفع درجاتهم، أن يزيد أعمالهم، أن يضاعف حسناتهم، فأيقظهم في تلك الحال ليصلوا إليها ويوجد. وهذا من قسوة القلب. من ينام عياذا بالله وقد عقد العزم أصلا أن لا يقوم لصلاة الفجر، ومع ذلك ينام، من الذي يحفظه؟ الله. ويقوم ويمشي في الناس، من الذي يرزقه؟ الله. والله عندما نام هذا العبد كان يعلم أزلا جل ذكره أن هذا العبد نام وقد عزم أن لا يصلي، ومع ذلك ربه يمهله يكرمه يقيمه من مرقده معافا يمشي ثم يرزقه. فهل أحد أحلم من الله؟ والله لا أحد أحلم من الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها
من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فاعلم أنه لا إله إلا الله